تعالوا اوريكم قضيت يومي في اسكندريه ازاي. صحيت قبل ميعاد القطر بنص ساعه بالظبط وكنت مستعجل جدا، ويا دوب جهزت الحاجه ولبست الجزمه ونزلت بسرعه جدا، وركبت توك توك عشان الحق ميعاد القطر. ويا دوب وصلت في الميعاد بالظبط، بس كان القطر فعلا هيتحرك. وللاسف القطر بجد كان زحمه جدا. وبعد معاناه فعلا اخيرا وصلنا الحمد لله. اول حاجه خالص رحنا اديناه واحد قصب كده يطري علينا شويه. بعدين قمنا رايحين نفطر من عند جاد، وعدينا من جنب المتحف الروماني ده، بعدي من جنبه بقالي سنين وعمري ابدا ما دخلته. بعدين روحنا الشقه نريح شويه عشان نعرف نكمل اليوم. فقررنا بالمره يعني نشوف لنا فيلم، فنزلت اشتريت بقى ايس كريم وشويه حاجات من السوبر ماركت كده لزوم القعده يعني. ومع الغروب قمنا صلينا المغرب والعشاء جمع تقديم قبل ما ننزل، وركبنا توك توك يوصلنا كارفو، بس من الظاهر كده يعني ان هو كان عايز يقلبنا. طب الكهرباء طالما فصلت كده، الكهرباء فصلت؟ لا الكهرباء بتضعف. شفت انت الانوار؟ شفت الانوار بتضعف ازاي؟ فدي برضو اكيد قافله. واهم حاجه بقى على الباب تلبس الكمامه، اول ما تدخل تقوم قلعها تاني على طول. وقابلنا اصحابنا هناك ورحنا عشان ناكل، وجبنا فتة شاورما من طربوش، وتقييمي ليها كان 8 من 10 عشان الصراحه الشاورما كانت قليله شويه. ويا ريت بجد نبقى ننضف مكان نفسنا يعني في الفود كورت. وجبنا اجمد ليمون نعناع في مصر من كيلو كباب. بعدين اصحابنا دخلوا السينما، بس انا وانور قررنا نروح نلعب حبه. كنت مفكر الكارت ب 100 جنيه بس يلا يلا خير. ولعبنا العاب كتير جوه واتبسطنا برضه، وبما ان انور عالمي بقى في السله خلينا يلعب البتاعه دي. وفي اللعبه دي عاملين الكوره بقى ما تدخلش عشان ما اكسبش، حتى اللي شغال هناك اصلا ما عرفش يدخلها. بس في اخر لعبه كسبنا حاجه اخيرا. هو ده اللي كسبناه من اللعبه كلها، هو ده. ودخلت بعدها اشتريت التيشيرت ده. بعدين قعدنا بقى استنيناهم يخرجوا من السينما. طلعنا نلعب بالعربيه دي، بس النهايه يعني كانت حزينه شويه. والله ما بهزر. وش الحقوا بقى الحقوا. طلعنا قعدنا قاعده على البحر، كانت الدنيا هاديه بقى على الاخر خالص، ورحت جبت الحاجات دي وهم جابوا كبده من الفلاح. مشينا مع البحر فجر كده، بس الموبايل كان فصل فملحقتش اصور. ورجعت بقى يا دوبك صليت الفجر وقعدت اقرا شويه كده عما الشمس كانت طلعت، وحاليا هدخل انام. لو الفيديو بقى عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود تحت لو حابين تتابعوني هناك. اشوفكم تاني قريب، يلا سلام. بس ايه رايك بقى يا صديقي في الفسحه دي؟ ما نزلناش برضه.